ده تالت مرة اصور الفيديو ده وانا مش هعيده تاني. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل، كل يوم احلى من اليوم اللي قبله. وحشتوني بجد، أنا نفسي اصور كل يوم علشان اقابلكم واكلمكم كل يوم. المهم، هنتكلم دلوقتي على ازاي ننظم ونستغل الوقت في رمضان. عايزه اقول لكم اولا كده، والله انا في سنتي من اكتر الشهور اللي انجزت فيها في السنة كلها هو شهر رمضان. شهر رمضان ده شهر بركة وخير وراحة بال وروحانيات ومذاكرة بجد. والله ربنا بيكرم قوي قوي قوي. انا الشهر ده كان شهر بالنسبة لي فعلا فعلا كله بركة وخير. فمحدش يقول احنا صايمين مش هنقدر، ربنا بيعين جدا وهو فعلا شهر بركة. بس كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون شهر خير كله عليكم، والسنة الجاية تكونوا محققين كل اللي بتتمنوه. المهم، هنتكلم دلوقتي على التو اوبشنز اللي ملهمش تالت، يا اما بعد الفطار يا اما بعد السحور. هنبدأ ببعد السحور. انا بالنسبة لي بعد السحور افضل. ليه؟ علميا اولا يعني نسبة الجلوكوز بتبدأ تعلى، ففي الفترة دي التركيز هيبقى ماكسيمم، التركيز هيبقى ماكسيمم لحد الساعة 2 كده. هيبقى اعلى وقت تاخدي فيه تركيز وتبقي مركزة جدا، حتى لو صايمة او حتى لو صايمة جدا. وبعدين ايه كمان من الناحية الدينية، الرسول عليه الصلاة والسلام كان دايما بيقول في البكور بركة. يعني طول ما انتي صاحية بدري، الجو في البكور في الصباح يعني عموما هتلاقي بركة وربنا بيعين. وزي ما ربنا نفسه قال الليل للسكن والشغل والنهار للشغل والمذاكرة والدراسة وكل حاجة. فدي طبيعتنا وده الكتالوج بتاعنا. فأنا بحب المذاكرة بعد السحور أكتر. هنعمل ايه؟ هنقسم اليوم ازاي؟ أول حاجة عادي هنتسحر وهنصلي الفجر ونقرأ مثلا ورد قرآن. هنبدأ الفجر بيبدأ 5:05 دلوقتي، فهناخد مثلا لحد 6 ونبدأ من 6. طبعا لو عايزين تبقوا من قبل ماشي، بس انا بقول يعني تاخدوا الفترة دي لان كده كده الفجر هيقدم ولا يتأخر. لا الفجر هيقدم ماشي. الفترة دي هتكونوا مثلا عايزين تصلوا، عايزين تقرأوا حاجة كده تفتح يومكم. انا بصراحة بحب اقرأ قرآن مثلا، حتى لو بجد صفحة يعني ربنا هيعين وهيبارك والله، فما تكسلوش. بعدها هنبدأ من الساعة 6، هناخد من الساعة 6 لحد الساعة 8. لا سوري، من الساعة 6 لحد الساعة 2، هتلاقوها 8 ساعات. الشوط ده كبير قوي، ولو خدتوه بجد مرة واحدة يبقى برافو عليكم والله العظيم. دلوقتي اصلا رمضان المذاكرة فيه حلوة كمان. ليه بقى؟ مفيش وقت بقى هما ضيعوا. اصل انا عايزه اعمل قهوه، اصل انا عايزه اشرب كابتشينو، اصل انا عايزه اعمل سندوتش، اصل انا جعانه معلش هقوم بس اشرب ميه. مفيش، انتي قاعده على الكتاب كده مركزه، مفيش حاجه، مفيش ديستراكشن حواليك، يعني مفيش حاجه هتشتتك. طبعا الموبايل برضو زي ما احنا قايلين متفقين، موبايل كده هنرميه نوديه في اي حته بجد. تبعدوا عنكم طول ما انتوا بتذاكروا. لو عن زي ما قلت لكم لو عليه منصات تسمعي المنصه وتخلصي تدي لاهلك، مش عايزين موبايل. يعني في شهر حلو استغلوه. بعد كده من الساعة اللي قلنا بقى هنذاكر من 6 لحد 2، 8 ساعات. والله العظيم هتحسوا ان هما يعني انجزتوا فيهم حاجات لدرجة ان انتوا اللي هو كل ده خلصوا 8 ساعات بس، هتخلصوا شباتر. بس بجد استعينوا بالله وربنا هيوفقكم ان شاء الله. بعدين ثانية، بعدين هنعمل ايه؟ من الساعة 2 لحد الساعة 4:30، وأقول لكم ليه 4:30 دلوقتي. هتاخدوا بريك تناموا عادي، مفيش مشكلة الفترة دي تناموها، عشان ده بتحسب من ساعات النوم بتاعتكم. بص هنصحى ليه بقى 4:30؟ دلوقتي المغرب هيأذن النهاردة ان شاء الله الساعة 6:15. فالساعة اللي قبل المغرب دي اخر ساعة في النهار دايما بتبقى ساعة استجابة. مش في رمضان بس، طبعا كل جمعة كل يوم عموما، بس طبعا احنا في شهر مبارك فهتبقى بزيادة كمان. فهي اصلا الساعة دي كنز من كنوز رمضان. فالساعة دي هنعمل فيها ايه؟ هنصحى اولا هنكون مجهزين. طبعا لو عملتوهاش اعملوها النهارده عادي. انا كنت مجهزه السنه اللي فاتت في النوت بتاعتي دعوات
دعوات، ومش ليا لوحدي والله، كنت بدعي لكل اهلي، لكل اي حد يجي في بالي، وكل حاجه، دنيا واخره وكل حاجه بجد. وعايزه اقول لكم ان بجد والله 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 ما بيعدي رمضان واحد او كذا واحد بعديه غير وكل حاجه متحققه. حتى يعني مثلا رمضان ده جه حوالي مثلا 50% من الحاجات اتحققت، مع ان هي حاجات صعبة صعبة او والله يعني، وحاجات كبيرة، والحمد لله الحمد لله، ربنا يا رب يتمم على خير كل الحاجات اللي بدأناها دي. بس ربنا فعلا من سنة عن سنة بيغير لك حياتك وبيرسم لك حياة تانية خالص. فجيبوا كده نوت اكتبوا فيها دعوة كتير قوي، كل اللي انتوا عايزينه اكتبوه، كل ما تفتكروا دعوة زودوها عادي، وفي الفترة دي اقعدوا ادعويها، لان انت طبيعي ممكن تنسي دعوة انت كنت عايزاها، ممكن طبيعي تنسي حاجات كتير، لان انت هتدعي بحاجات كتير جدا، فكل حاجة تكوني كاتباها افضل عشان ما تنسيش حاجة. ده انا بجد بعمل كده، وعايزة اقول لكم حاجة بجد، والله الحاجة لما بتكتبوها بتتحقق، يعني حتى لو مش بتتحقق بنسبة 70% بتتحقق. عايزة طبعا انا كل مرة بقول لكم كده، وكل مرة بوريكم مثال، يا رب نسمع الكلام بقى، بس انتوا بجد اكتبوا. انا كنت كاتبه في ثالثه ثانوي ان يا رب طب بشري وكذا وكذا وكذا، وهجيب يوم النتيجه 99، وجبت 99 و15 من 100، و بس القطه بتاعتي، وهعمل كذا وهعمل كذا، والله العظيم حصل، والله حصل. المهم هنا كنت كاتبه يوم 4/12/2025. انا كان عندي مديولات كده في الكليه، بصوا هنا دول، وعايزه اقلبوا السكرين برضو. كنت كاتبه في المديولات دي كل واحد هجيب فيه امتياز 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 امتياز، في الاربعه امتياز، وكاتبه الحمد لله الذي نظن به خيرا فيكرمنا اكثر مما نظن، مستنيه النتيجه بنفس التقديرات باذن الله ويمكن اعلى كمان. انتوا متخيلين؟ انا كاتبه ده يوم 4/12، ونزلت لكم هنا على اليوتيوب في البوست سكرين بالامتيازات اللي انا جبتها، واصلا كمان قلت في فيديو ان انا ان شاء الله هجيب امتيازات وهبقى انزل لكم، ونزلت وقلت وحصل. في يا جماعه انا بجيب لكم امثله حيه، انا كنت قايله لكم قبل ما النتيجه تظهر انا ان شاء الله هجيب امتيازات، ودلوقتي بقول لكم ان انا جبت امتيازات ونزلت لكم السكرين بالتقديرات. وهنا برضو وريتكم حاجه تانية، ان انا يوم 4/12 كنت كاتبه ان انا هجيب امتيازات وجبت امتيازات. اكتبوا يا جماعه اكتبوا، الكتابه مهمه جدا. عايزه اوريكم حاجه، انا بعمل جورنالينج، بكتب كل حاجه. بصوا انتوا شايفين كميه الكتابه اصلا؟ شايفين اكتبوا اكتبوا بجد. هو كتابه بفلوس، كتابه مش بفلوس ما تكتبوا، وبجد بنسبه 70% الحاجات بتتحقق. انا وريتكم امثله كتيره قوي. نكمل في مرجعنا لحد الفطار، هندعي كل الادعيه طبعا طبعا طبعا، وانتي بتفطري اول ما الاذان يقول الله اكبر تكسري سمك وتدعي تدعي تدعي، وقبل الفطار برضو انتي طول الساعه دي بتدعي. بعد الفطار هنعمل ايه؟ بعد الفطار هنقوم نصلي المغرب، وهنصلي العشاء، ونصلي التراويح. كده هنكون لحد الساعه مثلا التراويح مثلا ممكن تخلصوها ماكسيمم 9 9:30. ممكن بس طبعا تخلص قبل كده، عشان لو حد هيخرج يصليها بره في الجامع فهيبقى معاك وقت برضه، عموما لو عايز تصليها في البيت او في الجامع. بس الولاد طبعا يعني الاحسن تصلوها بره، البنات العادي بقى انتوا حابينه، بس احسن في البيت. ان احنا كده ذاكرنا، نمنا ساعتين بالنهار وذاكرنا 8 ساعات كده. الولاد اخركم الساعة 9 في التراويح. هنعمل ايه بعد الساعة 9؟ من الساعة 9 للساعة 11 هنذاكر الساعتين دول، وبعدها هننام لحد السحور. يعني كده من 9 ل11 ساعتين، وذاكرنا ال8 ساعات بتوع الصبح، يبقى كده ذاكرنا في اليوم 10 ساعات صافيين، ومنهم 8 فيهم بركة بركة بركة، بتحسهم اصلا ب12 ساعة. فاتفرجوا بجد على كمية الحاجات اللي هتنجزوها في رمضان. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هننام طبعا زي ما قلت لحد السحور من 11 ل4. من 11 ل4 كام ساعة؟ 5 ساعات، واحنا نمنا 2.5 بالنهار، يبقى انا كده نايمة في اليوم 8 ساعات ونص بجد. لا 7 ساعات ونص، حلو حلو حلو، 7 ساعات ونص نوم، و10 ساعات مذاكرة. وكده خلصنا الاوبشن الاول اللي هو هنذاكر بعد السحور. طيب الطريقة التانية ان احنا نذاكر بعد الفطار، هنعملها ازاي؟ طبعا احنا بعد الفطار هنتقل،
ان انا احنا معروفين كلنا يعني بالشعب المصري، ما مش هناكل حاجات خفيفه ونقوم وبعدين نرجع ناكل بعدين. ماشي. هنعمل ايه بعد الفطار؟ هنصلي المغرب وهنصلي العشاء وهنصلي التراويح. طيب وبعد كده هنعمل ايه؟ طبعا قلت لكم برضو انتوا اخركم في التراويح يبقى مثلا 9 9:30 ماكسيموم. اول ما نخلص التراويح هنبدأ من الساعة 10 لحد السحور. كده معانا كام ساعة؟ من 10 ل4. من 10 ل4 كده 6 ساعات. وبعدين هنتسحر، نصلي الفجر، وبعد كده نقرأ قرآن شوية. هننام الساعة 6. بعد ما ننام الساعة 6 هنصحى الساعة كام؟ بصوا هننام، اللهم صل على سيدنا محمد، هننام الساعة 6 لحد الظهر. كده هنكون نمنا 6 ساعات. هنصحى 12 ونص نصلي الظهر ونبدأ نذاكر لحد قبل المغرب بساعة. الساعة دي هنعمل فيها ايه؟ الساعة دي هنقرأ فيها الأدعية بتاعتنا، هندعي بدعوات، هنقرأ قرآن، كل حاجة روحانيات هنعملها في الساعة دي. زي ما قلت لكم الساعة دي ساعة استجابة. كده هنكون ذاكرنا من الساعة 12 ونص لحد الساعة 4 ونص. كده ذاكرنا 4 ساعات. ونمنا من الساعة ونمنا 6 ساعات لحد دلوقتي. بعد الفطار هنعمل ايه؟ بعد الفطار هنراجع السايكل تاني. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتوا، ومتنسوش تعملوا لايك كومنت وسبسكرايب. باي.